تحية طيبة متتبعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كريتيك أبدو. في حلقة اليوم غادي ندويو على الماتش اللي جمع عشية اليوم الأربعاء ما بين فريق الكوكب المراكشي وضيفو الراسينغ البيضاوي لحساب دور 32 من منافسات كأس العرش. الماتش اللي عرف تفوق الكوكب بهدفين دون مقابل، انتصار اللي غادي يخلي فريق الكوكب المراكشي يتأهل لدور ثمن النهائي في انتظار التعرف على الخصم ديالو إما اتحاد طنجة أو نهضة بركان. بالعودة لمجريات المباراة، فريضة حكم بان من خلال التشكيلة اللي اعتمد عليها أنه ارتأى على عدم الاعتماد على التشكيلة اللي تعودنا أننا نشوفوها في كأس التمييز وفي كأس العرش، واللي فيها مزيج ما بين لاعبين الفريق الأول ولاعبين فئات الأمال، بل أشرك التشكيلة الرسمية اللي تعودنا عليها في منافسات البطولة الاحترافية في قسمها التالي. وهذا راجع لعدة اعتبارات. أولا أن الفريق الأول أو الفريق الأساسي افتقد التنافسية في ظل توقف البطولة، وفي ظل أنهم ما خذوا حتى مباراة الأسبوع الماضي. كان من الضروري أنهم بحكم أنهم ما لعبوش ماتش اميكال كان من الضروري أنهم يتشاركوا في هذه المباراة باش يحافظوا على التنافسية، خصوصا وأن فريق الكوكب المراكشي واخد الإيقاع ديالو، ورضا حكم بان ليه رفقة الطاقم التقني بأن اللاعبين الأساسيين خاصهم يخوضوا هذه المباراة الرسمية لأنها تختلف على المباريات الودية. فلا بينا ندوي على مباريات اليوم اللي دخلها فريق الكوكب بالتشكيله اللي تعودنا عليها في البطوله. فشفنا منذ البدايه ان فريق الكوكب حاول انه يسجل الهدف مبكرا باش انه يحسم المباراه مبكرا، لان عارفين ان المباراه تتجرى في اجواء رمضانيه مع 2:30 واحد الحراره كانت شويه مرتفعه اليوم، والشمس اللي كانت حارقه. كلها امور خلات فريق الكوكب المراكشي انه من الاول بان بانه تيقلب انه يسجل الاهداف مبكرا كما تعودنا في المباريات الماضيه. ما تاليش ليه ذلك بحكم ضياع مجموعه من الفرص بسبب عدم التركيز وكذلك التسلل، لأن فريق الراسينغ البيضاوي كان معتمد على أنه يوقع لاعبين ديال فريق الكوكب في التسلل. هذا بان في مجموعة من الفرص. انتظرنا إلى حدود الدقيقة 34 اللي عرفت تسجيل تقدم الفريق الكوكب المراكشي عن طريق إبراهيم العماري، هدف اللي رجع الثقة، وكان هدف اللي إيجابي لإبراهيم العماري اللي شفناه أن في الماتشات اللي شارك فيهم مع فريق الكوكب المراكشي غاب على تهديف. وتنعرفوا أن لابا سنتر وسبق لي وقلتها في حلقة سابقة أن إبراهيم العماري تيقوم بعمل كبير تكتيكمو، وهذا الشيء اللي أكدوا رضا حكم في التصريح اللي دلا به اللي هي مباشرة بعد نهاية المباراة. عاود نفس الهضره اللي قلت في احدى الحلقات بان ابراهيم العماري تيجي عمل كبير، يمكن ما عندوش الحظ في المباريات ديال البطوله، ما سجلش اهداف كثيره. تنعرفوا ان المهاجم فاش ما تيسجلش الاهداف تيولي عليه الضغط كبير، وهادشي اللي غيتاثر عليه في المباريات. هدف اليوم ممكن انه يرجع الثقه لابراهيم العماري، لان الاهداف هي اللي تترجع الثقه لزافا سونتر. نتمناو ان هذا الهدف اللي تسجل اليوم انه يرجع الثقه لابراهيم العماري، لان فريق الكوكب المراكشي محتاج ابراهيم العماري، محتاج البوسنان، محتاج الجميع اللاعبين ديالو باش يحقق الاهداف المسطره هذا الموسم. الشوط الاول سالا 1-0. مع بدايه الشوط الثاني شفنا مدرب ديال الراسينغ البيضاوي دار مجموعه من التغييرات اللي بدلات شويه من شكل الفريق، لان في الشوط الاول كان الراسينغ البيضاوي شبه غائب، جا باش انه يركن الخلف. بان ان اللاعبين ديالو تاثروا بالجو اللي كان حار، تاثروا بالصيام. كلها امور لعبات لصالح فريق الكوكب المراكشي اللي بان انهم ادابتي مع هذه العوامل، وكذلك متاقلم مع ارضيات الملعب ديال سيدي يوسف بن علي. الشوط الثاني عرف الصفاقه ديال فريق راسينغ البيضاوي اللي خلق مجموعه من الفرص كان بامكانه انه يعدل النتيجه. شفنا تراجع في صفوف فريق الكوكب المراكشي بحكم ان اللاعبين بان عليهم انهم العياء، لان الله يكون في العوان. فباش تلعب مع 2:30 في اجواء حاره وفي رمضان منتصيم ماشي سهل. من بعد رضا حكم فطن ان فريق راسينغ البيضاوي استفاق وخاف من انه يسجل هدف التعادل. داكشي علاش دار مجموعه من التغييرات اللي عطات الاكل ديالها. وشفنا ان الفريق سجل الهدف الثاني في الدقيقه على ما اعتقد 76 عن طريق ابراهيم، عن طريق يونس البحراوي اللي سجل هدف رائع. لا التمريره ديال محسن بوسنان البديل الاخر اللي كانت تمريره رائعه، ولا الهدف ديال البحراوي اللي كان هدف رائع. وهدف اللي البحراوي فهدف مهم ليه لانه غاب
في المباريات الاخيره شفنا انه تشارك في مباريات فئه الامال. هذا الهدف غادي حتى هو يعطيه الثقه باش انه يرجع المستوى ديالو ويرجع لما لا بقوه في مباريات البطوله الاحترافيه في قسمها الثاني. على العموم انتصار مهم ومهم للغايه، لانه غادي يخلي فريق الكوكب المراكشي يواصل المشوار ديالو في كاس العرش، الكاس اللي غاليه على قلوب المغاربه وعلينا كمراكشيين، لان عندنا علاقه خاصه بها بحكم ان فريق الكوكب حقق 6 الالقاب وعنده الكاس الاصليه اللي بعد ما فاز ب3 القاب على التوالي. كذلك هي تأهل نقطة إيجابية لفريق الكوكب المراكشي، لأنه باقي التوقف الأسبوع آخر. يعني هاد اللاعبين الأساسيين غادي يخصهم ماتش آخر، غادي يواجهوا إما اتحاد طنجة إما نهضة بركان. أي خصم كان، باش نكون صراحة، أي خصم كان خاص فريق الكوكب يقدم قدامه مباراة كبيرة. وعلاش لا؟ لأن كأس العرش تنعرفوا فيه المفاجآت. لما لا أن فريق الكوكب المراكشي يتجاوز دور الثمن النهائي ويمشي بعيد في هذه المنافسات كي قلت، لان الفريق اولا فريق كبير وفريق اللي عنده تاريخ في هذه المنافسات، ثانيا فريق اللي عنده تركيبه بشريه كبيره فيها واحد 36 حتى 40 لاعب. علاش لا ان الفريق يستغل الفرصه هذا الموسم ويمشي في جميع المنافسات، لانه عنده تركيبه بشريه كبيره، عنده لاعبين تيتقاضوا اجور مرتفعه وما تيلعبوش في البطوله. هذه هي الفرصه باش انهم ينافسوا وانهم تكون عندهم كومبيتيسيون اخرى في انهم يتشاركوا. واكيد ان المباراه القادمه لانها غادي تجرى في فتره توقف 4 أو 5 ابريل مرور العيد، رضا حكم واحد 99% غادي يشارك نفس التشكيله، سواء لعب ضد طنجة سواء لعب ضد بركان. نتمنوا ان فريق الكوكب المراكشي يمشي بعيد في هذه المنافسات، لان كي قلت عنده تركيبه بشريه كبيره، فريق كبير، فريق اللي ما مسموحش ليه انه يتعثر في هذه الادوار المتقدمه على غير ما كان الموسم الماضي او المواسم الاخيره، لان دائما فريق الكوكب المراكشي ما تيتجاوز ثمن النهائي. يمكن اخر مره الفريق وصل لنصف النهائي كانت في 2006 او 2007 مع بدو الزكي. هذاك اخر مره اللي فريق وصل لنصف النهائي. نتمنوا الان الفريق عنده فرصه، لما لا، واخا المسار صعيب، لان القرعه حطت الكوكب لا داز كاع مع نهضه بركان او طنجة، عنده فرق اخرى اللي قويه كالوداد كفرق اخرى. ولكن على العموم فريق الكوكب فريق كبير، عنده تركيبه بشريه كبيره، عنده كل المقومات باش انه يمشي بعيد في كاس العرش، في كاس التمييز وفي البطوله الاحترافيه في قسمها الثاني. هذا كل ما لدينا متابعينا الكرام في حلقة اليوم. نضرب لكم موعد في حلقة قادمة. إلى اللقاء.